غالبا ما تتسبب بعض الغازات السامة التي قد يستنشقها الأشخاص عن طريق الخطأ إلى الإصابة بأمراض خطيرة في الجهاز الرئوي والتنفسي، وربما تصل لوظائف الجسم والدماغ. وتعد الغازات السامة من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة، فحال ما يتم إسعاف المصاب سريعا قبل أن ينضم لضحاياها مؤخرا الفنان أحمد العوضي، الذي نقل إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة استنشاق أحد الغازات. وأكد مصدر مقرب من أحمد العوضي أن الفنان متواجد بالمستشفى منذ عدة أيام نتيجة تعرضه لاختناق بسبب استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون أثناء تصويره مشهد حريق في مسلسل حق عرب، ما تسبب في اختناقه ونقله إلى المستشفى. مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية قال إن غاز أول أكسيد الكربون معروف بين القاتل الصامت، إذ أنه غاز عديم الرائحة واستنشاقه يؤدي إلى الوفاة حال عدم التدخل الطبي السريع، وتكمن عادة خطورته في تسريبه من بعض الأجهزة المنزلية مثل الدفايات والشوايات والسخانات. وأوضح فريق عمل المسلسل أن الفنان أحمد العوضي ضغط على نفسه بشكل كبير في التصوير خلال هذا اليوم، مما أدى إلى سقوطه في اللوكيشن، وبعد عودته للمنزل تعرض لانتكاسة هناك، لذلك تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، نافيا بذلك عن ما تردد من أقاويل عن أن ما حدث له علاقة بانفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث قامت الفنانة زوجته السابقة بزيارته في المستشفى لتطمئن على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية. ومن ناحية أخرى يعرض للفنان أحمد العوضي في الفترة الحالية فيلم الإسكندراني، والذي يخوض بطولته إلى جانب الفنانة زينة والفنان بيومي فؤاد والفنان عصام السقا وعدد من نجوم الفن الآخرين، ومن إخراج خالد يوسف، وحقق العمل نجاحات كبيرة في فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية. وبكده تكون انتهت فقرتنا، لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.